السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سيف الامر الله واحد، ما امرش عليك عدو ابدا. سيف فاروق جعفر، القصه عندك يا باشا. سيف جعفر. سيف فاروق جعفر. سيف فاروق جعفر ماشي. سيف جعفر. القصه عندك. اوكي يلا بيه اتفضل. امور يعني تحب انا اللي اقول، تحب اسال، نجاوب، نتكلم، اتكلم لا ما قول لي ايه الموضوع؟ ماشي. ايه الموضوع ما مبدئياً بين انه احنا شفنا انه الزمالك بيقول انه سيف خلاص جدد، تمام، وتم اعلان ده في قناه نادي الزمالك وهي القناه الرسميه للنادي، وما بين انه سيف طلع موقع لبيراميدز، وما بين هل سيف اصلا كان موقع لبيراميدز والزمالك كان عارف والقعده دي كانت حاصله بعلمهم ان هو موقع لبيراميدز وقالوا له خلاص احنا هنظبط الامور، ولا لا الامور ما كانتش ماشيه كده وهو فاجئهم يعني بص هحكي لك الموضوع ايه بقى. البدايه بدات انه سيف جعفر الزمالك كان بدا معاه مفاوضات من اكتر من حوالي شهر ونص، شهرين. تم الكلام مع سيف وتم حديث وسؤاله: سيف انت مضيت نادي بيراميدز ولا لا؟ قال لا. ماشي تمام. عكس يوسف اسامه كان قال انا مضيت. تمام. بعد كده المفروض ما بدا يحصل الكلام وبدا يحصل تواصل اكتر من مره، كابتن عبد الواحد السيد، كابتن احمد حسام ميدو، تم الحديث اكتر من مره مع سيف لغايه ما سيف قال انا مبدئيا موافق على الارقام اللي تم العرض عليها بشكل مبدئي وانا ما عنديش مشاكل. ماشي. بناء عليه تم الاتفاق على عقد جلسه اخيره اصل كل اللي طلع ساعتها من اللجنه الفنيه انه في محاولات لاغراء سيف وسيف لم يخضع لهذه الاغراءات وانه عايز الزمالك. ده بناء على الكلام اللي قاله سيف. ماشي، يبقى احنا ماشيين خد بالك على الخط ده. الخط الخبري الرسمي اللي طالع من الزمالك. نادي الزمالك. ماشي. تمام. وبناء عليه الزمالك كمل في المفاوضات، لانه هقول لك على حاجه: لو كان سيف بلغ نادي الزمالك بان هو وقع كان هيتم التعامل معاه بنفس التعامل مع يوسف اسامه، ان هو مش هيكمل. ماشي. يعني هيتم ابلاغه ان هو بره الفرقه، او يعني ما يتمرنش او ما يشاركش مع الفرقه لغايه نهايه الموسم. تمام. بعد كده المفروض ان كان في جلسه مع اداره الزمالك حتى هذه اللحظه. تمام. من الاخر في اتفاق ما بينه وما بين سيف، ومستني ان سيف ينفذ اتفاق. لا خليني اسالك بس السؤال المظبوط. حته اللي تم اعلانه في قناه الزمالك انه في اتفاق سيف احنا خلصنا معاه كل حاجه، بكره هيجيب والدته يتصور ويمضي بس العقود وخلاص وخلاص خلصان. المفروض كانت النهارده. ده ما حصلش. سيف ما جاش اصلا النادي، ما راحش اصلا. سيف ما جاش النادي واعتذر لاداره الزمالك وقال لهم انا والدتي تعبانه ومش حاجه. ماشي تمام. طب بعد كده مفيش سيف. طب يا جماعه، يعني عايز تقول ان اداره الزمالك اتفاجئت ان هو موقع، ولا هو قال لهم في اخر القعده وهو ماشي؟ خلاص هو بعد ما في الاخر خالص بعد ما الزمالك اتفق معاه وبعد ما خلص معاه كل حاجه وتم ابلاغه ان هيتم تجهيز مقدم العقد. ايوه تمام. ايوه. هو فوجئ ان هو قال لهم لا انا خلاص انا ماضي في بيراميدز. طب بس في نقطه. قال ان انا معايا نسخه من العقود، فاذا العقود لغيت. انا معايا نسخه من العقود، هم في 4 عقود بيتم توقيع 4 عقود، انا معايا نسخه منهم. تمام. ده على حسب كلامه لاداره الزمالك. وقال لهم ان انا برضه انا عارف علاقتكم كويسه ببيراميدز، فالموضوع ممكن يتحل بشكل. ده في اخر القعده؟ في اخر القعده الاخيره. مش في اولها لما تم الاتفاق وخلصوا. لا في اخر القعده. في اخر القعده. تمام. فبناء عليه تم اداره الزمالك قالت له خلاص يبقى انت كده هتكمل اتفاقك، والزمالك حتى هذه اللحظه مستني سيف انه يكمل اتفاقه وانه يوقع مع الزمالك، وبناء عليه بعد كده هم قالوا له الموضوع ممكن يتحل. وقع الزمالك ازاي يبقى موقع الاثنين؟ هو كده مش غلط ولا انا بتكلم غلط؟ طبعا هو اللي هيتقال ان الزمالك هيقدر بعلاقته ببيراميدز ان هو يحل الموضوع. تمام. المعلومه اللي عندي سيف مش رايح النادي بكره، مش رايح النادي بكره حتى هذه اللحظه. تمام. هيكمل في النادي تاني، هيجي في النادي تاني. خد بالك يعني في بعض الكلام بيقول لك يا هو 30/6 يبقى عقده خلص والكلام ده كله، مفيش حاجه اسمها كده، لان السنه اللي فاتت بس انا الزمالك في خطوه قبل خطوه. لو سيف هيقعد في الزمالك انه ياخدوا عقود من بيراميدز ثم يوقعوا عقود، لكن يوقع عقد على ولا انا بتكلم غلط؟ لا صح. وهل سيف خد فلوس ولا لا من بيراميدز؟ والحاجات دي كلها مهمه. المعلومات اللي بتتقال انه في مقدم عقد طلع لسيف من نادي بيراميدز، ده الكلام اللي طالع. بيشيك ب 4 مليون ولا ب 2.5؟ اللي انا عارفه 4 مليون. 4 مليون. اللي انا عارفه 4 مليون، بس في الاخر يعني في الاخر المعلومه عشان ابقى صادق قدام الناس ما شفتش حاجه بعينيا في حكايه الفلوس دي وحسبت الفلوس دي فيها ايه. ماشي بالبسط. بقرار رسمي في مجلس اداره اتحاد الكره تم رفع ايقاف القيد عن صفقات نادي الزمالك. تم رفع ايقاف القيد عن صفقات نادي الزمالك بقرار رسمي. قرار رسمي. ماشي. البعض بيتكلم، بس انا اقول لك بقى القرارات الرسميه اللي اتخذت في هذا الشان يعني. يلا بينا. طب وال 62 مليون اللي عايز الزمالك المديونيه اللي كان عليهم الخناقه. ال 62 مليون سيتم تحصيلهم من نادي الزمالك 15 في 15 في 16 في 16 على 4 فترات قيد قبل كل فتره قيد باسبوعين. ماشي.
تقول لي يتحصلوا ازاي؟ اقول لك انه فلوس نادي الزمالك اصبحت لدى اتحاد الكوره. فلوس الزمالك من اي جهه رياضيه هتدخل على حسابات اتحاد الكوره، مش تخش على حساب الزمالك بقى عشان هو خالص، عشان المشكله اللي على الحجز اللي على الارصده. فتروح على حساب اتحاد الكوره، وحساب اتحاد الكوره هيحولها للزمالك، هيخصم ال15 ويطلع لك الكاش خده من الاتحاد. هيخصم فالزمالك لما يبقى عايز فلوس كاش خد من الاتحاد. اي فلوس بقى، عايز يجيب لعيب يعدي على اتحاد الكوره، اي فلوس جايه للزمالك بقى من فيفا، من الاتحاد العربي، من الكاف، من اي مكان، اي هتدخل على حسابات اتحاد الكوره. وده اجتماع مجلس باع لعيبه، اي حاجه هو محتاجها خلاص باع. يعني دلوقتي الزمالك راح باع لعيبه لنادي مثلا دوري، الفلوس تطلع من النادي ده على حساب اتحاد الكوره باسم نادي الزمالك. اوكي، على حساب اتحاد الكوره باسم نادي الزمالك، فيتخصم بقى من المنبع، يتخصم بالارقام اللي قلت لك عليها، ده طبقا للاتفاق. طب الزمالك لما يحب يسجل حمزه المسلوسي مثلا يعمل ايه؟ هيدفع له فلوسه كلها كاش. يبقى انا اعد في الجديد كاش وخدوا مني القديم بالتواريخ اللي حطيناها. اتفقنا. طيب يبقى انا كده رفعت لك القيد. طب هل في دليل على كلامي؟ اقول لك في دليل على كلامي. انه الزمالك اول امبارح غير العقد ومدد عقد حمزه المسلوسي، صح كده يا شوقي؟ وراح اتحاد الكوره وسجل العقد وعمل له العقد من بدايه السنه دي اللي هي 22 مع ان عقده يخلص السنه دي. بس هو لازم يعمل العقد من بدايه السنه دي علشان لو ما عملوش السنه دي يسقط من القايمه. ماشي تمام. طيب دفع له كاش، بس هو يعني في النسبه الاولانيه دي بيبقى الفلوس قليله، الانديه بتتذاكى على اتحاد الكوره شويه. بمعنى حمزه عقده يخلص 22 ماشي، الزمالك عشان يجدد له لازم يعمل بدايه العقد 22 ماشي، لانه لو ما عملش كده يسقط من القايمه، ماشي، ويضطر يسجله قايمه ثانيه. طب فبيروح عامل العقد هو دفع الرسوم قبل كده، مثلا النسبه بتاعته اللي هي بتاعه العقد مليون جنيه وليكن يعني، ماشي، هو بيدفع له النسبه على رقم قليل، يحط له العقد بتاعه 5000 جنيه 10000 جنيه عقد الموسم. انا ما بهزرش، هتسخرني هجيب العقد. عقد حمزه المسلوسي 5000 جنيه بيروح اتحاد الكوره كده؟ عقد حمزه المسلوسي السنه دي اللي بيروح اتحاد الكوره في السنه الاولى 22 100 في 40 لا يتخطى ال 5000 جنيه. انا مسؤول عن كلامي يا جدع. انت يا جدع 23 لا يتخطى هذا الرقم. الموضوع ده خطير اللي انت بتقوله ده. هتراهن؟ لا انا مش براهن، الموضوع خطير بجد. لا يتخطى في سنه 23 في العقد الجديد لحمزه المسلوسي الذي تم تمديده في اتحاد الكوره. ده عشان النسبه تبقى قليله اللي يدفعها نادي الزمالك، عشان النسبه يدفعها 3%. فاتحاد الكوره قال لك لا، انتوا هتيجوا تشتغلوني، انا هعلي اللائحه. اي عقد لاعب لازم يبقى 5000 جنيه عادي، خد الخمسه. ما هو الخمسه قليلين يعني، ما عشان الانديه بتعمل اللعبه دي. المفروض النسبه تبقى كام يا عبد الباسط؟ 3% من قيمه التعاقد. فالانديه بدات تتحايل على اللائحه، فتحط لهم انه رقم قليل لانه متعاقد معاه برقم قليل بالظبط. فالنسبه بتاعت اتحاد الكوره 3% دي تبقى في الحباظه 300 جنيه في الحباظه. تمام. فهو قال لك لا اعمل لائحه اخد 500. ليه برضو الموضوع اللائحه بيغيروها في اتحاد الكوره؟ لانه القسم الثاني كله العقود بتاعت اللعيبه كام؟ 500 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه عشان وبيدوا بس هم بياخدوا قليل اصلا. لا في انديه كبيره بتعمل كده. ليه؟ عشان ما تدفعش نسبه كبيره لاتحاد الكوره. اقول لك اتحاد الكوره لا ما ادلوش بقى، ما بناخدش دعم، فانا ما ادلوش. الانديه بتتحايل اكتر على الموضوع. انت مستغرب من ده؟ طب يجي تاني سنه مثلا لاي لعيب في الدوري يروح عامل له العقد بتاعه ب5 مليون، يروح عامله بمليون، ويروح حاطط له الباقي شروط خاصه. الشروط الخاصه اللي في العقد يقول له مليون حاله مش عارف المشاركه في ايه، مليون. اتحاد الكره السنه دي راح برضه حاطط لهم بند، قال لك الشروط الخاصه هنطبق عليها 3%. فهم بيلعبوا يعني ايه حوالين يا كيك. طيب معنى فتح القيد للزمالك عشان الناس ما تتوهش مننا، هل ده معناه يقول انه الزمالك يلعب البطوله العربيه بصفقاته الجديده لو جابها وسجلها؟ اقول لك لا، لانه الدوري شرط من شروط فتح القيد انتهاء الدوري. حتى لو الزمالك خلص مبارياته مثلا يوم 15 وهو عنده ماتش بعد 15 بس الاهلي لسه بيلعب مؤجلاته، لا انا لازم اخر مباراه مع اخر صفاره حكم في الدوري افتح ليك فتره القيد الجديده. فبالتالي الزمالك لن يستطيع اللعب بالصفقات الجديده في البطوله العربيه.